التجربة اللي عشناها، المغامرة اللي عاشها العرب وتحديدا المغرب والأفارقة والأمازيغ وكل المكونات حقيقة اللي جمعتها مظلة المغرب اليوم كانت تجربة فريدة من نوعها. تكلمت في تصريحات سابقة أن التاريخ تغير، الجغرافيا تبدلت، اليوم ما زالت الأرقام تسجل بالنسبة للمغرب. بالطبع المغرب تاج فوق رؤوسنا. المغرب اللي قام به في الكأس العالم هذا حتى اليوم رغم الهزيمة. أنا نعرف فرق عربية تخرج من الدور الأول تروح يقولوا انسحاب مشرف. اليوم المغرب يلعب النصف النهائي، ماذا نقول؟ وليس بالانسحاب، مازال يلعب. نعرف بلدان عربية عندها 15 يوم اللي روحت ورجعت بطولاتها ودخلوا، المغرب مازال يلعب. أنا نحب تحية كبيرة للمغرب. لولا المغرب هل كان نفس البرنامج يتواصل بهذا الحماس؟ لا هل كانت أي برامج نتفرج في كل التلفزيات العربية، كل التلفزيات العربية اللي تغطي في كأس العالم، لو خرج المغرب مثله مثل البقية الذين خرجوا بوجه مشرف منذ الدور الأول؟ صحيح. ماذا نقول على المغرب؟ التلفزيات العربية الكل بفضل المغرب انتعشت، بفضل المغرب أصبحت البلاتوات فيها جو، أصبحت البلاتوات فيها حماس، أصبحت البلاتوات بمختلف مواقفها، ونحترم كل المواقف. هذاك علاش أنا أقول الإعلام العربي مدين للمغرب هذا الإعجاز، فات الإنجاز. اليوم نسمع في المقابلة، وخصيصا أنا أفضل استماع للرأي المخالف، استمع للمقابلة وشاهد المقابلة بالتلفزيون الفرنسي. ماذا يقولون في آخر الشوط الأول عندما هاجم المغرب وكانت العملية المقاسية الرائعة والهدف الذي أنقذه جولوريس. الحظ عاند المغرب حقيقة. بالطبع الحظ في الدقيقة الأولى وفي الدقيقة الأخيرة. صحيح. ماذا يقول الإعلام الفرنسي؟ يقول المغرب تخوف فينا، خوفتنا، لو ماروك نو في بور. أحلاها والله بنينة كي نسمعها هكاك بنينة. واحد آخر تعرف شكون؟ مارسيل ديساي، المغرب عذبتنا، لو ماروك نو في شوفرير. واحد آخر معاه يظهر لي فرنانديز يحكي كذلك، يقول لو ماروك نو في ترومبلي، رعشنا. أمان مستانسين، احنا مستانسين. قلوب الفرنسيين توقفت جميعها. بالطبع، واكثر من هكا. معناها نقول انه ما فعله المغرب واليوم. علاش انا فرحان؟ راهو تلعب ضد بطل فرنسا سي علي، تلعب ضد بطل فرنسا بكامل نجومه، مش بالفريق الرديف. صحيح. بكامل نجومه في نصف النهائي، ويتسجل لك هدف بعد 4 دقائق لعب. الكل نأكد لك فما شكون في حق منا وفينا. لا دقيقة، خلي نوقفوا عند هذه النقطة، نبيك تفسر لي هذه. لا ما خاطر عندنا خاطرنا نحبوا بعضنا برشا العرب، نحبوا برشا، ياش نحبوا بعضنا. نحكي لك ردة الفعل. اليوم باش يندموهم على ال5 مقابلات اللي عملوهم، باش يندموهم على التاريخ اللي كتبوه. اليوم الحصيلة ستكون المغرب واصل. معناها باش نقول لك، انت قلت المغرب واصل، واحنا في حلقات سابقة قلنا ماناش مروحين، وفعلا مازال ماناش مروحين، وعندنا موعد مع المركز الثالث. المغرب يلعب 7 مقابلات. تعرف كي تلعب 7 مقابلات معناها وصلت لنهاية المشوار. وبالتالي أنا أقول المغرب اليوم كتب التاريخ. المغرب اليوم افتح صفحة عربية كروية جديدة. المغرب اليوم غير خارطة الكرة اليوم النظرة للعرب بواسطة المغرب أكيد أنها تغيرت. أعتقد أن مباراة اليوم تظل ضمن سلسلة الأحداث التاريخية اللي استمتعنا بها، اللي نعتز بها ونتشرفوا بها مهما كانت النتيجة.
صراحة مهما كانت النتيجة اليوم نعرف أن الإنجاز اللي دار المغرب والعالم كله انبهر باللي دار المغرب. وبصراحة المغرب رفعت روسنا في العالم كله. الآن نقدر نتكلموا، لنا الحق نتكلموا، لأن عندنا فريق عربي وصل لنص نهائي، فريق عربي لعب لبطل العالم، وفي بعض الأحيان المباراة كان هو مسيطر. فريق بطل العالم فرنسا الكل خلف الكرة، الكل يدافع، وفرنسا والمغرب تخلق في الفرص. بصراحة الإنجاز اللي دار المغرب واللاعبين، ونحيي صراحة اللاعبين على الروح القتالية واللي لعبوا بها طوال البطولة. فريق يوصل لنص نهائي وخاش فيه هدف واحد ويلعب بروح قتالية، والعالم كله الفرق كلها تحسب له في ألف حساب. بصراحة اللي شفناه من المغرب شيء إعجاز. اليوم تمنينا أن المغرب نشوفوه بصراحة في النهائي. المغرب لأن طمعتنا، لأن قادرة، لأن فريق ربح بلجيكا وربح إسبانيا وربح كرواتيا البرتغال. قصدي فريق توقعنا اليوم ممكن حتى طمعنا أن نشوفوه في النهائي، لكن طيب علي، قدر الله ما شاء كنت فعل. أحد نجوم كرة القدم الليبية ومن الأسماء اللامعة حقيقة. أنت كلاعب اليوم عربي عشت يعني أقل حاجة بطولات وأحداث، من بوش نقول على صعيد عالمي لكن على المحيط الإقليمي. هل نقدر نقولوا بهذا التواجد والحضور المغربي بعد المونديال تغيرت الصورة النمطية عن اللاعبين العرب والأفارقة؟ بالتأكيد بالتأكيد. بصراحة أنا نقول لك حتى مش المغرب بس، حتى تونس ما بوش نستنقصوا من الشيء اللي دارته. تونس صح طلعت من الدور الأول، لكن تونس فازت على فرنسا. ما تقول لي بالفريق الاحتياط، بنقول لك لا، حتى لو الفريق الاحتياط تظل فرنسا بطلة العالم ولعبوا له وفازوا عليه. السعودية تفوز على الأرجنتين. بصراحة هذا يوري لك ان احنا العرب نقدروا ندير شيء، لو نبوا نخدموا ونبوا نوصلوا، نقدروا نوصلوا.